اهلا بكم في قناة اكلة بسيطة. النهاردة هنعمل الكشري الاصفر او بالعدس الاصفر، بنسميه احنا الكشري الاسكندراني. هجيب بطاطس، هعملها معاه بطاطس صغيرة. كان المفروض اجيبها اصغر من كده بس ما لقيتش، احنا كنا بنعملها مع بطاطس اصغر من كده. غسلت البطاطس كويس قوي، طلعت منها اي حاجة يعني طين او اي حاجة، غسلتها كويس جدا وقطعتها. الكبيرة منها قطعتها والصغيرة سبتها، وهحطها عليها مية سخنة واحطها على النار وهسيبها تستوي، واحط معاها حبة ملح. لو في بطاطس كبيرة ممكن اجيبها واقطعها يا جماعة شرايح، شرايح كبيرة كده، بيبقى طعمها في منتهى الجمال برضك. اهم حاجة تكون بطاطس حلوة من المرملة دي، بتبقى طعمها جميل في منتهى الجمال يعني، والمتوفر عندك تعمليه. وكده انا سلقت البطاطس وطلعتها من على النار وسبتها على جنب تبرد عبال ما اعمل الكشري. جبت حوالي نص كيلو رز او نص وحبة كده، وحطيت معاهم ربع كيلو عدس وقلبتهم كويس. قلبتهم كويس، بس نقيت العدس يا جماعة ونقيت الرز، ولو لقيت حاجة وانا بغسله كده قدامي اطلعها. اهو بسم الله ما شاء الله شكله جميل يعني. العدس الكشري الاصفر دوت بيبقى طعمه جميل كده. هغسلهم كويس كويس جدا، كمان لازم يتغسلوا مره واتنين وتلاته. انا بحطهم الاتنين مع بعض واغسلهم. وكنت حاطه زيت، الكشري بيتعمل بالزيت يا جماعه زيه زي الكشري المصراوي، انا كنت عاملاه معاكم قبل كده. هحطه على النار في الزيت وهقلبه تقليبه حلوه كده لحد ما يتشمع. التقليبه دي يا جماعه هتخليه مفرفر كده بالواحده، مش هتخليه معجون ان شاء الله يعني. وبعد ما هقلبه هحط عليه الميه بتاعته. انا بحط الميه قد الرز، مش بعمل حساب العدس في الميه. وهقلبه كويس تاني وهحط له حبه ملح، وهغطي عليه واسيبه يستوي. ولما يغلي كده غلوتين وطي عليه النار واسيبه يستوي، براحته يعني. وهسلق البيض واقشر البطاطس. قبل البيض ما يتسلق كنا انا قشرت البطاطس. هقشر البطاطس. احنا يا جماعه بناكل الكشري بالصلصه دي. هجيب فصين توم كده واحمرهم، واحط فيها الطماطم، يعني حوالي ربع كيلو نص كيلو طماطم، واضربه في الخلاط واحطه على التومه، وهقلبه كويس. ولما يتسبك احط عليه فلفل اسمر وكمون. الصلصه ديت زي الصلصه بتاعه الكشري المصراوي، طعمها جميل. لو انت عايزه تحرقيها ممكن تحط لها شطه زي ما انت عايزه، شطه ناشفه كده زي ما انت عايزه. واقلبها واسيبها غلوتين كمان. وبعد كده هنزلها واطفي عليها. هقلب الكشري. بسم الله ما شاء الله جميل اهو. هقلبه واسيبه يتشرب شويه كمان، بس هوطي عليه النار جدا. هحمر البطاطس. حطيت حبة زيت شوية صغيرين يا جماعة، علشان الزيت بعد البطاطس المحمرة المسلوقة دي بيبقى فيه حتت كده من البطاطس فما بينفعش تاني، فانا حطيت حبة صغيرين. بسم الله ما شاء الله جميلة. البطاطس دي بيبقى طعمها حلو قوي والله يا جماعة. زمان كنا بنعمله البطاطس دي على طول، كانت بتبقى متوفرة عن دلوقتي. حمراء وشكلها جميلة، هي متحمرة وشكلها جميل. بعد كده سلقت البيض وحطيت الاتنين دول نعملهم بيض مدحرج كده. هو بيتاكل الكشري الاصفر دوت بيتاكل مع البيض المدحرج. يا رب الوصفة دي تنول اعجابكم. كان عندي علبة كده حطيت فيها الكشري تبقى شكل جمالي كده، وحطيت الفنجالين دولت وحطيت فيها صلصة وبضاية ويبقى شكلها جميل كده. وقدمت معاها سلطة خضراء بتاعتنا والصلصة والبيض والبطاطس والمخلل. يا رب الوصفة بتاعتي تكون عجبتكم، واترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.